تليفون الأستاذ المستشار وليد الفولي علشان يقول لي الرأي القانوني في الموضوع ده ايه. أستاذ وليد، مساء الخير. يا استاذ نور يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا حضرتك سمعت عن موضوع مستريح العمرانية الجديد. والله سمعنا عن مستريح العمرانيه ومستريح اسكندريه ومستريح القاهره وملك الطحالب. للاسف الفتره الاخيره دي بقت مليانه مستريحين. أنا طبعا عارفة أن حضرتك خبير في الموضوع ده، وأنت متولي يمكن قضية من القضايا الكبيرة في المستريحين دول، فعشان كده نعم. الحقيقة بنستعين بحضرتك النهاردة عشان تقول لي، لأن أنا أحد الضحايا دلوقتي بيقول لي انه هياخد افراج، يعني هيدفع الكفاله وياخد افراج، وان زوجته قالت ان هو هيطلع، هما كده ممكن يطلع في اي حته بره مصر. ايه الوضع هو القانوني دلوقتي؟ هو طبعا يعني بالنسبه لجريمه النصب والاحتيال بينظمها القانون. العقوبه بتوصل فيها من 24 ساعه الى 3 سنوات حد اقصى. ودي بنعتبرها يعني سقطه بسيطه جدا في قانون العقوبات، لان ما ميزتي ما بين الشخص اللي بينصب مثلا في 10000 جنيه والشخص اللي بينصب في 10 مليون. للاسف العقوبه تساوت هنا، يعني ده بقى ده زي ده. امم وفكره ان حضرتك برضه توجهي ونوجه له تهمه النصب والاحتيال بتختلف عن تهمه توظيف الاموال. امم توظيف الاموال التهمه فيها بتوصل ل 15 سنه حبس. اللي احنا فيها النهارده دي توظيف اموال. فالفكره بقى في تصنيف القضيه او الوصف والقيد للقضيه النيابه هتوصفها ايه. امم يعني يمكن في بعض القضايا الثانيه اتوصفت توظيف اموال لان هو الشخص بدا يعلن عن تلقي اموال، وهو كنشاط ما يسمحش النشاط بتاعه كمؤسسه مرخصه ان هو يتلقى الاموال من المواطنين. تمام. غير الشخص اللي بيقوم وياخد فلوس من الناس زي الحاله اللي عندنا بتاعت العمرانيه ويبدا يدي لهم ايصالات امانه مثلا. امم مقابل الفلوس اللي بياخدها مفيش اي تعاقدات مثلا مدنيه ما بينهم وبين بعض. في الحاله دي بتتوصف نصب واحتيال. طب الناس دي هتاخد فلوسها ازاي يا استاذ وليد؟ هي الفكره ان طبعا لما بيتوجه الاتهام للشخص دوت وبيبدا ان يتحكم عليه، عشان يطلع قدامه حل واحد ان هو يرد فلوس الناس دي او يتصالح معاهم، او الحل الثاني ان بيتم الرجوع عليه والحجز على كل ممتلكاته امم وما يمتلكه قاربه من الدرجه الاولى، وارد اذا كان في شبهه برضه ان حصل نقل اموال ليهم، وبيتم القصاص من هذه الاموال بتوزيعها على المجني عليهم بشكل قسمه غرماء يعني. يعني بيتم توزيعها بالتساوي حسب كل واحد دافع كام للاموال ليه ولاسرته اللي بيتم الحجز عليها. اه بالظبط، اذا فعلا دخل تحت اتهام الاموال دي كلها كانت من متحصلات النصب والاحتيال على المواطنين. انا برضه بشكرك احنا عندنا جدا مشكله جدا في يا استاذ الموضوع ده. وليد لمداخلتك، والف شكر. من